قصة رمضان صبحي أول ما تسمعها، لو أي بني آدم يعني بني آدم، يعني مش هتقول بعديها أي توصيف تاني، هو بس بني آدم، هيحزن وهيتضايق وهتلاقي في نغزة كده في قلبك، يعني تحس إن أنت قلبك اتقبض. ليه؟ شاب في يعني زي الورد، زي رمضان صبحي، واحد من أهم مواهب مصر، شاب زي الفل، فجأة في 24 ساعة يعني سبحان الله، يعني لا إله إلا الله فعلا، حياته بتتشقلب رأسا على عقب. فده موقف أي بني آدم هيبقى متعاطف معاه. وهنا أنا ما بلتفتش خالص لقصة بعض الآراء اللي على السوشيال ميديا، اللي ممكن تكون بتحول الموضوع لأهلي وزمالك وبيراميدز وكورة وبتاع. الكلام ده كلام بغيض وكلام مريض، وحطه على جنب. وانا قناعتي الشخصيه ان السواد الاعظم من الشعب المصري ملوش اي علاقه بالكلام ده، ملوش اي علاقه بالكلام ده. الناس اهلنا واصحابنا واخواتنا وجيراننا والواحد بيقابلهم في الشارع ما لهمش علاقه خالص بالكلام ده. ما فيش حد النهارده، قسما بالله العلي العظيم، ما في حد النهارده انا قابلته من ساعه لما عرفت الخبر ده، ولا شفته ولا اتكلمت معاه، الا لما هو بجد حزين على موضوع رمضان. والموضوع ابعد بكتير جدا من قصه اهلي وزمالك واللي يقول لك اصل افتكر الكلمه كانت الكابتن الخطيب لما قال احنا انا زعلان عليه، واللي يقول لك اصل شريف اكرامي عمل ايه. يا جماعه، يعني الدنيا، يعني في حاجات كتير جدا في الدنيا اهم واثمن واكبر واقيم من الكوره، يعني بكتير. يعني الكوره دي ليها حاجه بتتعمل عشان نتبسط ونتمتع بيها، وحاجه جميله وحلوه ومحترمه وكل حاجه، بس مش هتخش في كل حاجه ان احنا نبقى بندخل فيها الانتماءات والكوره عشان حد يشمت في حد ولا حد يتريق على حد. وارجع واقول لك برضو، سيبك من ده خالص، ده كلام فاضي. ربنا يهدينا جميعا يا رب، ويهدي اللي بيقولوا. بس الغالبيه من الناس هي فعلا قلبها وجعها على رمضان صبحي، لانه في ظرف كام ساعه فجاه واحد لقى نفسه موجود في الحبس، مرمي في الحبس، وجاله قضيه بان مستقبله كله في الكوره ممكن ينتهي. واحد عنده 28 سنه فجاه لقى نفسه واخد ايقاف 4 سنين. فلك ان تتخيل ده عامل ازاي، ومراته عامله ازاي، واهله عاملين ازاي، والدنيا عامله ازاي. فيا رب يا رمضان، ربنا يفك كربك، وربنا يعني يعديك من المحنه دي على خير. وانا عارف ان اللي على البر عوام، ومهما الواحد اتكلم، ومهما الواحد كان زعلان، ومهما الواحد كان متضايق ومتاثر، بس في الاخر اللي في الموضوع ما هو اكتر واحد حاسس بالنار اللي هو فيها. بس ربنا سبحانه وتعالى قدره كله خير، وربنا سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجه الا لما بيكون فيها خير للبني ادم، حتى لو شاف حكمته بعدين، وحتى لو اتوجع دلوقتي، بس دايما قدر ربنا بيبقى معاه لطف ربنا، ودايما مع العسر يسر، ودايما مع اي حاجه صعبه ربنا بيديك الحاجه اللي انت يعني تقدر تعدي منها. ولو التفتنا كلنا لحكمه ربنا منها، تلاقي الحياه بعد كده بقت اظبط، وتقول اللهم لك الحمد والشكر على المحنه قبل المنحه. بس ارجع واقول لك برضو ان كل الكلام اللي انا بقوله ده كلام وانا قاعد هنا في التكييف، لكن رمضان نفسه واهله وعيلته ربنا يصبرهم، وربنا ياخد بايديهم، وربنا يقويهم على امتحان وابتلاء في منتهى الصعوبه.